يا صباح الفل والورد وياسمين على أجمل ناس في الدنيا، وحشتوني يا حبايب قلبي. النهاردة جايلكوا بوصفة سهلة وسريعة وبسيطة ومكوناتها موجودة في كل بيت. مش هنحتاج ان احنا نشتري مكونات كتير من بره ولا تكلفة على الفاضي، لا مكوناتها موجودة في كل بيت. وكمان طعمها بسم الله ما شاء الله، الله أكبر فوق الخيال. تحفة. شفت الترميلة؟ شفت الجمال؟ الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. حاجة كده فوق الخيال، الله أكبر. شفت الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. وصفة سهلة وسريعة وبسيطة، وكمان بتدفي دفينا في البرد اللي احنا فيه ده. لو شفتوا طرية وهشة، شفتوا انا حبيت اوريكم عاملة ازاي من جوه. بسم الله ما شاء الله. تعالى اقول لكم انا عملناها ازاي. نص كيلو دقيق منخول، وعليه 3 معالق سكر، سكر حبايبات، وكمان 3 معالق سمسم، معلقة معلقة واحدة بس من بيكنج من الخميرة. باخد نص الكيس، ما باخدش الكيس كله عشان مش عايزة ريحة الخميرة تبان في المعمولة. بدي تقليبة للخليط كله. بعد كده بنزل عليه بشعرة ملح، ادي تقليبة. وبعد كده بنزل بربع او بكوباية الا ربع زيت. هدي تقليبة للعجين وهفضل هعجن الخليط كله. عايزاه على ان يختلط الزيت بالدقيق، يبقى شكل الرملي كده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بنزل بمج ميه، والميه دي حسب الدقيق، حسب الدقيق الموجود عندك. في دي زي ما احنا عارفين بيشرب السوائل، وفي دي بيطرد السوائل. انا دي اللي معايا خد مج ميه. بقت العجينه بالشكل ده، هسيبها تخمر لمدة نص ساعة. تعالى اقول لكم الحشوة هنعملها ازاي. ربع دقيق سميد، دي البسبوسة، وعليه 3 معالق سكر، ومعلقتين قرفة، واديهم تقليبة، وانزل بالمية تدريجيا على الخليط بالمنظر ده، وافضل اقلب فيه لما يبقى متماسك بالشكل ده. ودي الحشوة يا حبايب قلبي بنحشيها في العجين. في الوقت ده كان العجين عندي خمر. هحاول ان اقسم العجينة دي نصين. معلش بقى، انا كنت ماسكة التليفون بايدي التانية وبشتغل بايد واحدة بالمنظر ده. هاخد نص العجينة افردها في الصينية اللي عندي، وانزل بالخليط الحشوة يعني، وافردها في الصينية فوق العجينة الاولانية. بعد كده انزل بالعجينة التانية، ودي بيضة مخفوقة احاول ان انا المعها وعليها فانيليا. بمسح، اسمها ايه مش عارفة. بحطها على وش الصينية واقطع الصينية. وكمان حبيت ان انا احط ازينها بسمسم، بيدي طعم وريحة جميلة. لو مش حابة خلاص زي ما تحبوا. داخلها الفرن على درجة 180 لمدة ربع ساعة. تبقى بالمنظر ده. تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاجة فوق الخيال. وبنزل بالشربات بتاعها. شربات عبارة عن كوبايتين مية مع كوبايتين سكر مع عصرة ليمون. يا رب الفكرة تعجبكم. باي باي.